ترتيب الدوري المصري، سيراميكا متصدر الدوري المصري برصيد 29 نقطة، وبيراميدز بقى في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، والزمالك في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، والمصري في المركز الخامس. طيب دلوقتي مين اللي بينافس؟ الأهلي والزمالك ولا سيراميكا وبيراميدز؟ أنا عاوز أعرف بس يا جماعة مين اللي بينافس على الدوري دلوقتي؟ ده سيراميكا 29 نقطة، الزمالك عشان يوصل له محتاج له ماتشين ثلاثة. طيب احنا هنقول الزمالك وصل له، هو الأهلي هيسيبه؟ ما الأهلي هيكون حصله وعداه بمراحل. طيب وبيراميدز هيسيب سيراميكا؟ والنبي ما هو سايبه. هتلاقي بيراميدز هوب ماتش التاني بقى في المركز الأول. فيا جماعة المنافسة الموسم ده قوية جدا جدا، ولازم كل فريق يركز في كل مباراة هيلعبها. الأهلي تقريبا بقيله 10 مباريات تقريبا، والزمالك تقريبا نفس الكلام. فبالتالي الأهلي لو فاز 5 وخسر 5 انسى كده بقى الدوري. الزمالك نفس الوضع، لا انسى. سيراميكا حبيب قلبي مش هيسمي ولا هيرحم. سيراميكا بالنسبة له المباريات اللي باقيه له هياخدها. هيخسر مباراة مثلا، ما انت بتتوقع ان ممكن سيراميكا يخسر مباراة، بيراميدز يخسر مباراة. طب الاهلي والزمالك دول بقى مرة حلوين ومرة وحشين. فاللي انا عاوز اقوله ان الاهلي لازم يشد حيله، لازم ما يخسرش ولا مباراة، دي مستحيلة. ده وارد يتعادل مباراة ولا اتنين، يخسر له مباراة ولا اتنين، كده يا باشا انسى الدوري يا اهلي. الزمالك نفس الوضع برضه، يتعادل له مباراة يكسب مباراة مش عارف ايه، انسى الدوري يا زمالك. طيب بيراميدز يا باشا ماشي زي القطر، بيقف كل عند محطة ياخد الزباين ويكمل. سيراميكا بقى ده زي الطيارة، ما بيقفش خالص غير في المطار، يحمل يا باشا الركاب بتوعه بينزل في المطار، هو عارف هو راح فين. ميزة سيراميكا كليوباترا والنادي ده يا جماعة، الميزة فيه كده، الميزة في النادي ده ان هو عارف هو راح فين. والموسم ده تحديدا شكل سيراميكا في الملعب بيقول هو عاوز يوصل لايه بالظبط. يوصل لبطولة الدوري، هيوصل لبطولة الدوري على الوضع اللي احنا شايفينه، متصدر وكل مباراة بيكسبها، يعني ممكن يتعادل يا يكسب، ما عندهوش هزيمة. طيب الزمالك عنده هزيمة وعنده تعادل، طب الاهلي عنده هزيمة وعنده تعادل. فالمطلوب من الاهلي ومن الزمالك لا تعادل ولا هزيمة، لان انت لو تعادلت او اتهزمت انسى الدوري، انت في منافسة، اللي بيقع مرة انزل بقى تحت. يعني الزمالك الماتش اللي هيلعبه هينقله من 22 ل 25، خد مكان النادي الاهلي. النادي الاهلي لما يلعب من تقريبا 23 هيتنقل ل 26، خد المركز الثاني، هوب بيراميدز. فالموضوع يعني ما اقدرش اقول لك مين هيبقى فوق ومين هيبقى مش عارف فين، ما اقدرش احدد. اللي انا اقدر اقوله اللي هيتغلب مباراة الفترة الجاية هينزل مركز. الاهلي في الماتش الجاي برصيد 23 نقطة في المركز الثالث، لو اتغلب ما كسبش هينزل مكان الزمالك، لان الزمالك هيلعب وهيطلع مكانه، لان كده كده لو الزمالك فاز هيطلع مكان الاهلي. فالحسبانه موضوع صعب، المنافسه السنه دي صعبه جدا جدا جدا، منافسه شرسه الى ابعد الحدود. الانديه لازم تراعي ان الجمهور، الاهلي والزمالك، اي وقعه واي غلطه كل سنه وانت طيب. فالزمالك قول فاضل له 10 مباريات، والاهلي نفس الكلام، ال10 مباريات دولت لازم تاخدهم. طبعا سيراميكا معاك هيتعثر مباراه، ده وارد او اتنين. بيراميدز نفس الوضع، الزمالك نفس الوضع. في بقى في مركز سادس وسابع وثامن هتلاقوهم بيتجرجروا وراه وبياخدوا مكانكم. اللي في المركز السادس هتلاقيه بقى في المركز الرابع والثالث، يلعب مباريات وانت تعثرت مره في اتنين هتمسك مكانه وانت السابع. فالموضوع صعب السنه دي، الدوري صعب جدا جدا. لايك وشير الفيديو وصلى على النبي، والسلام عليكم.